السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير بصحه وعافيه ان شاء الله. اليوم راح نتكلموا حول البريدي باي ولا الخدمه الجديده اللي يطلقها بريد الجزائر. هذه الخدمه هذه اللي راح تمكن جميع المواطنين، خاصه اللي عندهم كونت سي سي بي ولا كونت في بريد الجيري بوست، يقدروا يخلصوا بالتليفون تاعهم بدون ما يخرجوا ولا بلا ما يسقوا يخرجوا الدراهم من الجيب تاعهم، ولا يخلصوا بالبطاقه الذهبيه. يعني يقدروا يخلصوا فقط بالتليفون تاعهم كما راكم تشوفوا في الشاشه. يقدر يدخل بريدي موب، بعدها راح يلقى لابليكاسيون ولا راح يلقى الايقونه نتاع بريدي باي، ومن بعد راح كي يدخل لها راح يخلص بالتليفون ويدوا له من الكونت سي سي بي تاعو، يدوا له الدراهم واش شرا منتجات، ولا سواء رحت لحانوت مواد غذائيه ولا رحت للسوق ولا رحت لاي تاجر، راح تقدر تخلص عن طريق ولا بالتليفون تاعك، تخلص نورمال عادي ما كاين حتى مشكل. وراح تجيك اس ام اس ولا راح يجيك كود اس ام اس، هذاك الكود اس ام اس راح تكونفيرمي به العمليه ولا الخطوه هذيك اللي شريت بها. هاد الخدمه هذه راح تساعد بزاف التجار وراح تساعد بزاف اشخاص اللي عندهم كونت سي سي بي بلا ما يسقاو يخرجوا الدراهم ويديروا لاشان ويخرج ولا يخرج ويخدم بالبطاقه الذهبيه ويتعب روحه. هذه الخدمه هذه تسهل عليك بزاف امورات. بالنسبه للتاجر بريدي باي، يقدر يلمد الدوسي ولا يلمد الملف الخاص بالخدمه هذه، نسخه من السجل التجاري ونسخه من البطاقه التعريف الضريبيه الى اخره من الوثائق. ومن بعد راح يديهم من الاقرب مركز بريد يدفعهم لهم، راح يعطوه كود خاص به ولا كود كيو ار. الكود كيو ار هذاك رانا تكلمنا عليه في الدرس السابق، كما راكم تشوفوا يعطوه كود كيو ار خاص به، ومن بعد راح يحطوه في المتجر تاعو ولا في الحانوت نتاعو. اي زبون يقدر يشري من المنتجات يخلص عن طريق التليفون تاعو ولا بالخدمه هذه تاع بريدي باي. لكن كان اشكاليه انه ليس جميع الاشخاص يقدروا يخلصوا بالتليفون ولا يقدروا يقدروا يخدموا بهذه الخدمه، لانه ماشي كامل الجزائريين عندهم كونت سي سي بي، ولا حتى الاجانب كي يجوا سياح ما يقدروش يخلصوا ولا ما يقدروش يخدموا بهذه الخدمه. على هذيك لازم يكون تطبيق خاص حتى يكون يقدر اجنبي كي يجي يقدر يخلص بالفيزا كارت تاعو. والسلام عليكم.